ان احنا انا بقيه المحافظات تبتدي تجلد اسوان تدريجي، يا اما نروح نتجوز من مش اسوان، يا اما بتوع اسوان يتجوزوا من عندنا. ممكن اول ما برضه لما واحد يروح يجيب واحده من اسوان ويلاقوا برضه ان عندهم كده بس، فيبداوا يجلدوا واحده واحده. طب ما نعمل زيهم. صحيح صحيح. والله صحيح. فكره يا ابو حمد يعني. امال انت تيجي مره واحده كده وسط البلد وكله ماشي بمبدا واحد، تيجي انت تطلع من وسطهم كده، هيبصوا لك. يا اما انت مش هتقدر تتقبل الوضع اللي انت هتعمله، او مش هيكون عندك الجرأة انك انت تعمل كده وتبقى وتتقبل الانتقادات اللي هتجيلك. صحيح. محتاجه فاهم؟ محتاجه يعني اتنين يكونوا على وعي بالمساله بالكامل، والاتنين يكونوا متوافقين على ده، ويكون عندهم الاستعداد يتحملوا الانتقاد، لان هم يتعرضوا لحمله شرسه، خاصه ابو العروسه. ان هو انت ما جهزتش بنتك ليه؟ انت مش لاقي تاكل؟ انت مش قادر تجيب لها؟ هو انت فقير؟ هو انت. طبعا خلاص، لو هترمي كلام الناس ورا ظهرك ويكون عندك القدره اللي هو انت خوض التجربه وربنا يوفقك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك حرفيا. لان والله العظيم يا ابو حمزه، النهارده في فتيات يتيمات، في فتيات اهاليهم الامكانيات الماديه ما تسمحش بالتجهيز بالمنظر ده. هو الاب بيروح يسحب قروض وبيتداين حرفيا، بعد ما بيجوز البنت يبص يلاقي نفسه ممكن داخل السجن.